الاعلامي عمرو اديب اتصاب بالجنون بعد ما عرف ان امام عاشور مضى رسميا لمده 5 سنوات لصالح النادي الاهلي. قال لك بالنسبه لي خساره الزمالك من الاهلي برباعيه، احنا كده كده متعودين، مع 2002 خسرنا 6-1 وخسرنا 5 كتير وخسرنا 4 وخسرنا 3، انما الصدمه الحقيقيه ان امام عاشور ينتقل للنادي الاهلي بعد ما بث شعار نادي الزمالك وهتف في المدرجات مع جمهور نادي الزمالك. مش مصدق لغايه دلوقتي ان امام عاشور مضى رسميا للنادي الاهلي. امال بقى لو كان شاف امام عاشور وهو بيهدف من مدرجات مباراه الاهلي امام حرس الحدود؟ عايز اقول لك ان امام عاشور كان بيهتف مع جمهور النادي الاهلي، جمهور الاهلي كان بيرد الهتاف لامام عاشور بيقول له خلاص اللي اتكسرت لا. اصبح جمهور الاهلي وامام عاشور حبايب، مش زي ما بيتصور البعض ان امام عاشور مكروه من جمهور النادي الاهلي. لا، اي نعم في فئه من جمهور الاهلي ما كانوش موافقين على الصفقه بسبب افعال امام عاشور واللي عمله في الامارات، ولكن الغالبيه حاليا من جمهور النادي الاهلي خصوصا بعد موافقه مجلس الاداره على انتقال امام عاشور للنادي الاهلي بشكل رسمي، اصبح جمهور النادي الاهلي راضي بالصفقه الى حد كبير، خصوصا ان امام عاشور موهبه كبيره جدا واضافه للنادي الاهلي في المركز ده. عايز اقول لك النادي الاهلي احسن اختياره بالفعل امام عاشور، ان شاء الله يبقى اضافه قويه يعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي. اللي كان بيشوفه مع نادي الزمالك هيشوف حاجه ثانيه مختلفه تماما مع النادي الاهلي. بس كده قول لي انت بقى كمشجع للنادي الاهلي رايك في رده فعل عمرو اديب، وهل انت من مؤيدين انتقال امام عاشور للنادي الاهلي ولا من معارضين انتقال امام عاشور للنادي الاهلي؟ ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وانتظرني في الحلقه القادمه ان شاء الله.